انت واقف بحالك. يلا انا قلبي اتقطع اهو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شدوا حيلكم يا رجاله. شد على الله يا عم احمد. على فين العزم؟ على الغيط. ياه، هتروح السكة دي كلها على رجليك؟ ده فيها يجي ساعتين ماشي. يا راجل اشتري لك حاجة اركبها إذا ما كنتش عايز تشتري عربية. طب واجيب تمن العربيه منين بس؟ يا سيدي اشتري لك ركوبة بدل ما تمشي السكة دي كلها على رجليك وانت في السن ده. يقول لي ايه؟ انتوا بتاخدوا اجره كامل ومن دول 50 قرش. يا نهار اسود ليه؟ هو جرى ايه في الدنيا؟ ليه؟ هو انت بتدفع كام؟ انا يا اخويا ما بدفعش اكتر من ربع جنيه. لا دي تبقى سرقة عيني عينك. الله، بتقول ايه يا ولد؟ ولا حاجة يا عم احمد ولا حاجة. اتكل على الله، خلينا نخلص شغلنا. اتكل على الله. يدك البلا. يا ساتر على البخل ومسكة الايد يا ولاد. طب داني لو معايا ربع اللي معاك كنت اشتريت عربية 6 متر يا ابوي. ايه وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قول لي يا ابني، البرتقال ده للبيع أؤمر يا حاج. بكام الكيلو؟ من غير فلوس. لا ده حقك يا ابني، قول لي بكام واذا عجبني السعر اشتري. يا عمي من غير فلوس. لا والله. عشان خاطرك بشيلين الكيلو. وعشان خاطري كمان وبشيلن. هو جراي في الدنيا يا ابني. نستكتر الشيلين. طب انا هبيعهولك بقى بسعره الحقيقي، بيبقى ريزة الكيلو. عجبك ما عجبكش اتوكل على الله. طب معلش هدي نفسك يا ابني، انت لسه بتقول بشيل. يابا بين البايع والشاري يفتح الله، وانا قلت لك كده عشان خاطر شايفك تعبان وعطشان. طب خد وخلصني، هات لي نص كيلو. انا قلت لك بيبقى ريزة. الراجل بيتربط من لسانه يا ابني، وانت لسه قايل بعظمة لسانك بشيلن. الله، انت صار مش عارفني يا ولد. لا انا مش من نواحيدي. اني احمد الهلباوي، اكيد سمعت عني. انت احمد الهلباوي صاحب نص ارض زراعيه اللي في البلد وجاي تفاصلني في شيلن؟ ده انت لو قلت لي انك اجير عنده انا مش هصدقك. طب اخرس، انت هتقر عليا انت اخر، يخرب بيوتكم. حرامي، انا هقطع لك ايديك عشان تبطل سرقه. ولا انت يالا يخرب بيتك، جرالك ايه؟ قوم يالا، قوم خلاص، انا سامحتك.